اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم الصحه واحسن حال ان شاء الله. باذن الله فيديو جديد النهارده هنعمل فيه مع بعض تشغيل غساله الاطباق زي ما قلت لكم. هنرصها مع بعض. هوريكم طريقه رص الاطباق والكوبايات فيها ازاي، وكمان هوريكم المسحوق والحاجه اللي احنا بنستخدمها ليها. بس قبل ما ندخل في الفيديو كده حابه ارحب بالحلوين اللي دخلوا على القناه جداد. اهلا بيكم، نورتوا القناه وزدتوا ليا اخ واخت على القناه. يا رب محتوى القناه يعجبكم واكون اخت خفيفه كده على قلبكم، وفيديوهاتي تكون مفيده ليكم وتتشجعوا بيها كده ان شاء الله. باذن الله نتشجع ببعض يعني ان شاء الله. يلا بينا، مش هطول عليكم، ندخل في الفيديو على طول. هوريكم الحاجات اللي بتستخدم لغسالة الأطباق، و إن شاء الله بإذن الله هنرصوها مع بعض وهنشغلها دورة غسيل. وكمان هوريكم الحاجة قبل ما تدخلها وبعد ما تدخلها، وكمان هعرفكم كل حاجة عنها إن شاء الله في البرامج بتاعتها في الفيديو ده. تابعي معايا الفيديو، ولو لسه أول مرة تشوفي قناتي بتمنى تنوريني بالاشتراك من زر الاشتراك اللي موجود تحت الفيديو عشان تنضمي ليا وتكوني اخت ليا في القناه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا كده، مش هطول عليكم كتير، يلا بينا ندخل في الفيديو على طول. بصوا يا حلوين، اول حاجه عايزه اعرفكم بس بالحاجات اللي احنا بنحتاجها لغساله الاطباق. اول حاجه احنا لازم غساله الاطباق اول ما بنجيبها الفني طبعا هو اللي لازم يجي يشغلها عشان يفعلك الضمان بتاعها. هو تركيبها سهل جدا، مش محتاج حد يركبها يعني، بس هما لازم الفني او مندوب من الشركة هو اللي يجي يركب الغسالة عشان يفعلك الضمان بتاعها. فاول حاجة بيطلبها اول ما بيجي عشان يركب الغسالة، بيسألك موجود عندك الملح ومساعد الشطف عشان يشغلك الغسالة. موجودين بيتعامل، مش موجودين خلاص بيعرفك انت هتعملي ايه، وبعد كده انت تشغليها يعني. المهم اول ما جبت الغسالة طبعا قبل ما اجيبها فانا عارفة هي بتحتاج ايه. جبت الملح، تمام. جبت لودفيك مسحوق ومساعد شطف لودفيك. وكنت هجيب الملح لودفيك بس للاسف ان انا ما لقيتهوش. قلت هجيب المجموعة كلها لودفيك بس ما لقيتهوش، ما كانش متاح. والملح بتاع اللي كان متاح اللي هو فانيش كان سعره تقريبا 230 جنيه حاجة زي كده. فبصراحة لقيت فيبا اللي كان موجود هناك في فتح الله، يعني شكر لي فيه جدا ان هو كويس قوي لغسالة الاطباق وكده. وهو في الاول والاخر ملح لغسالة الاطباق، يعني هو ملح مخصص ليها. فجبت الملح بتاع فيبا وجبت المسحوق ومساعد الشطف من لودويك، تمام. شكله ايه الملح؟ هوريكم شكله بس عشان تبقوا عارفين شكله. انا طبعا اول ما جبت الغسالة دي عبوتين، العبوة كيلو. اول ما جبت الغسالة هي اخدت دي، بصوا دي فاضية خلاص، هي اخدتها كلها. ودي كانت العلبة التانية اخدت نصها، يعني هي لسه متاح فيها لغاية النص، تمام. فهي اخدت مني كيلو ونص، الغسالة اخدت كيلو ونص. طبعا كل غسالة بتختلف من ماركة للتانية يعني على حسب استيعابها للملح. اول حاجة بيجي معاكي الملح بيبقى شكله زي ما انت شايفاه كده، او لو لودفيك هيبقى في علبة كرتون، او فانيش برضو بيبقى في علبة كرتون. اما فيبا لا، جاي فيه زي جيركن كده بلاستيك كده، تمام. ودي حاجة حلوة قوي ليه، لان طبعا لو كرتون فما بيبقاش ليه عمر قوي في الكرتون، ممكن الكرتون يبوش من مية او حاجة. فانا عشان كده انا هشيل العبوات دي فاضية. ربما بعد كده ان انا ما لاقيش ده ما يبقاش موجود، فاضطر اجيب لودفيك او فيري او فانيش هيبقى كرتون، فاحطه هنا عشان تبقى محكمة الغلق وحاجة كده ايه تبقى امان اكتر من الكرتون. المهم بتيجي معاكي العلبة شكلها زي ما انت شايفاه، وبتبقى متغلفة كده من فوق زي ما انت شايفة. تفتحيها بمنتهى السهولة كده، وهي الملح شكله اهو.
ملح مخصص لغسالة الاطباق يا بنات. بصوا اهو، طب افضيه على ايدي عشان يكون الرؤية اوضح شوية من كده اهو. اهو يا بنات بصوا زي الخرز الكبير كده، زي الكريستالات كده. بصوا حجمه، يعني انا بحاول ابعده لكم كده عشان تشوفوا حجمه. تمام، هو ده الملح المخصص لغسالة الاطباق. اول ما بتجيبيه اول ما بتجيبيه بتشوفي عندك الغسالة هتستوعب قد ايه. في غسالات ممكن تحتاج مثلا 2 كيلو، في غسالات ممكن تحتاج كيلو ونص، في غسالات ممكن تحتاج كيلو بس، على حسب اللي انا بلمه من على الرخامة ده. على فكرة مش هرجعه تاني في العلبة بتاعته، عشان خلاص يعني الرخامة خلاص، يعني هي في نقطتين مية وهو اتبل، فدول خلاص كده. المهم ده الملح بتاعنا، وهوريكم بحطه فين، وبحطه لغاية ما بيظهر معايا المية عاملة ازاي. ده بقى مساعد الشطف او الملمع. دي الازازة اللي انا جبتها اسمها لودفيك. تمام، حجمها 300 ملي زي ما انتم شايفين، وتقريبا كان سعرها 52 جنيه. الملح ده كان سعره على ما اتذكر، يعني كان سعره برضو نفس. تمام يا بنات، ده زي ما قلت لكم مساعد الشطف، كان سعره تقريبا 52 جنيه. هو 300 ملي بالشكل اللي انت شايفاه. دول بس اللي انا استخدمتهم اول ما جبت الغسالة، يعني كان تقريبا من اول هنا دول بس اللي مالوا التانك بتاع الغسالة، وبعد كده اتبقى معايا دول. هوريكم برضو، هحط برضو لغاية ما اوريكم بتوقفي لغاية فين. يبقى كده عرفنا الملح زي ما قلت لكم سعره تقريبا 52 او 55 في الحدود دي. ومساعد الشطف كان سعره، او الملمع كان سعره برضو 52. وكمان المسحوق، ده المسحوق نتكلم بقى شوية عن المسحوق. المسحوق انا جربته حلو، نظافته حلوة. هنجرب طبعا انواع تانية مع بعض، دي كانت تجربة مبدئية يعني. حجم العبوة كيلو زي ما انتم شايفين، وان هو مخصص لغسالة الاطباق. شكله من جوه ايه؟ شكله من جوه شكله من جوه اهو يا بنات، زي اي يعني زي مسحوق الغسيل البودر العادي. ريحته حلوه، ريحته بالليمون، مش قويه قوي، بس ريحته حلوه. ممكن احاول اطلعه لكم بيه معلقه عشان بس يبان معاكم في الكاميرا. اهو يا بنات شكله اهو. ثانيه واحده ابعد الكاميرا شويه عشان يبان معايا اهو. يا رب يكون واضح ليكم اهو. تمام، بودر، هو بودر كده. طبعا في مسحوق تاني اللي هو التابلت اللي هو الاقراص، يعني هنجيبه ان شاء الله باذن الله مع بعض، وهنجربه برضو، وهنقارن بين الاتنين، وهقول لكم اهم واحد فيهم اللي كان افضل بالنسبه لي يعني. طبعا انواع الغسالات بتختلف من نوع للتاني، وفي طبعا مساحيق في الباودر اللي زي ده، وفي التابلت. فاحنا هنجرب ان شاء الله باذن الله الاتنين، وهقول لكم رايي فيهم الاتنين. دي كده اول حاجه مبدئيه، الحاجات اللي احنا هنستخدمها لغسالة الاطباق. تعالوا بقى نطبق عملي ونشوف هنعمل ايه. هنحط الحاجات دي في اماكنها ازاي، وكمان هنرص الغسالة مع بعض، وهوريكم كم المواعين اللي هي هتستوعبها، يعني هتاخدها. تشوفوا المواعين قبل وبعد. وانا ما بعملش اي حاجة في المواعين غير ان انا لو فيهم مثلا حاجة بنزلها في سلة الكمامة، او مثلا لو الدنيا تمام يعني ممكن بمنديل بتمسحيهم. لو في مثلا في الكوبايات شاي مثلا حاجة كده بس بالمية بتشطفي بس وخلاص. يلا بينا بقى نطبق عملي ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، اول حاجة احنا هنحط الملح. تمام، زي ما عرفتكم في الفيديو اللي فات، مكان الملح التانك بتاع الملح جوه.
انا حطيت الملح هنا عشان يبقى سهل عليا. الغساله مش جاي معاها قمع اللي هو بيتضاف بيه الملح، فدي بتاعه المكوى. تمام، احنا ستات شاطرين حلوين كده بنعرف نشغل دماغنا، فهستخدمه لان انا جبت قمع يعني، وطلع مساحته ضيقه جدا، مش راضيه تنزل الملح. فاحنا كستات بيوت شاطرين هنتصرف. اول حاجه حطيت الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. طبعا هي الغساله فيها ملح، يعني انا بس حاطه شويه صغيرين ومش عارفه هي هتستوعبهم ولا لا، فانا هحط لغايه ما هقول لكم بتوقفوا لغايه فين، وبعد كده هوقف بس عشان اوريكم بس ايه بنضيف الملح ازاي. اول حاجه بنعملها ان احنا بنطلع الشبكه دي، الشبكه اللي تحت بنطلعها كلها بره كده على الباب، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه زي ما قلت لكم كده هطلع الشبكه. طلعت الشبكه كده كلها بره. بعد كده هنفتح التانك بتاع الملح. هو الغطا بتاعه كده. نعمل زوم عشان اوريكم بس الجزئيه دي. يا رب يا بنات يكون واضح اهو. بصوا بنات، هي اخدت شويه الملح اللي انا حطيتهم بالظبط. هوريكم بقى شكل الملح بيبقى ظاهر معاكي ازاي. بصوا بنات، انا بس بحاول ان انا اوضح لكم تشوفوا بس شكل الملح. تمام، بصي بتحطيه لغايه ما بيبان قدامك كده، يعني طول ما انتي بتفضي هو طبعا بيتسحب لجوه، وبعد كده بيبتدي يظهر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. خلاص كده حطينا الملح، هنقفل بقى التانك ده، وتعالوا نحطه بقى ايه المسحوق، وكمان الملمع او مساعد الشطف. بصوا يا حلوين، الجزء ده كده اللي بيتحط فيه المسحوق زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات بتاع شرح الغسالة، والجزء ده اللي بنحط فيه مساعد الشطف. بنحطه ازاي؟ اهو هي العلبة كده، وبعد كده بتبتدي ان انتي تضيفيه بالشكل ده كده لغاية ما يظهر معاكي بصوا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا مش عايز اسرع الفيديو عشان لو حد حابب يعرف الاستخدام بالظبط ايه يبقى عنده خلفية. خلاص كده زي ما انتوا شايفين، خلاص هو كده ظهر معايا. وبصوا اخدت شوية برضو حلوين. تمام، خلاص انا كده بقفله، وكده الجزء ده كده خلاص تمام. هنيجي بقى نضيف المسحوق. اول حاجة عايزة اقولها لكم على درج المسحوق، لازم تضيفي المسحوق والدرج يكون ناشف تماما زي ما انت شايفة كده، ما يبقاش فيه ولا نقطة مية، عشان لو بقى فيه مية المسحوق هينشف معاكي جوه، هيحجر والغسالة مش هتسحبه. انا كده حطيت شوية مسحوق اهو، هضيف شوية كمان لان دول كده شوية صغيرين، بتضيفي يعني معيار معلقة الشاي كده اهو. بس كده يا حلوين زي ما انتوا شايفين اهو، ضفت المسحوق في الدرج، وبعد كده بتقفلي الدرج. تمام، تعالوا بقى نرص الغسالة من جوه ونشوف هنرصها بالشكل الصح ازاي تحطي المواعين صح عشان تاخدي منها افضل نظافة. يلا بينا. بصوا يا بنات، انا كل اللي انا بعمله ان انا بشطف بس الكوبايات والاطباق والحاجات دي، بشطفها في كوبايات مثلا بواقي عصير، بواقي شاي، مش عارفه ايه. الاطباق برضو يعني اكلت حطيتهم في الحوض، يعني لو فيهم حاجه لازقه باشت بس كده
او ممكن وانتي قاعده زي ما انتي مثلا على السفره بتاكلي او على الترابيزه بتاكلي، بعد ما بتخلصي اكل بتمسحيهم مثلا بمنديل او بحاجه. بس انا عن نفسي بحب اديهم شطفه. الغساله فيها فلتر، بدل الفلتر فيها 2. وممكن عادي لو حطيتيهم هتلمي مثلا الفضلات اللي هتنزل من الفلتر وكده. بس انا عن نفسي كشخصيا يعني انا ما بحبش كده. يعني اكيد مش يعني كلنا لما بنيجي نغسل هدوم او اي حاجه لو لاحظنا ان في حاجه متوسخه، بقعه، اي حاجه، الغساله هتنضفها. بس طبعا لازم هنعملها مثلا على ايدينا، او انا عن نفسي كده يعني. لو مثلا جيت اغسل الهدوم او غسيل، لو لقيت حاجه مثلا في قطعه من الهدوم محتاجه ان انا اعملها على ايدي او حاجه، بعملها قبل ما بدخلها الغساله. فبرضو غساله الاطباق نفس الكلام، قبل ما بدخل فيها الاطباق او الحاجه اللي هتتغسل فيها بالميه بس كده. ما لاقيش حد بقى بيقول لي ما انت كده كده واقفه بتغسليهم. لا، انا مش واقفه بغسلهم خالص. انا مجرد ان انا فاتحه ميه سخنه بس في الحنفيه، وبنزل بس لو فيهم حاجه. بس انا هنا كنت بوريكم المعالق، بصوا مش نظيفه خالص. طبعا هيتغسلوا لسه، بس بوريهم لكم عشان هتشوفوهم طبعا بعد ما يطلعوا من الغساله هيبقى شكلهم عامل ازاي. بدات ارص المواعين في الغساله بعد ما اديتها شطفه كده. الغساله بتاخد الغساله بتاخد كل حاجه ممكن تتخيليها الا الالومنيا. حتى البلاستيكات، البلاستيك العادي بتاعنا العادي، مش تبروير او حاجه، بتغسله برضو. يعني دي بلاستيكات عاديه جدا يعني. بدأت أول حاجة بعد ما رصيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. لازم الكوبايات تبقى بميل، والأطباق تبقى في مكانها مظبوط، والحلل تبقى وشها لتحت، وكل حاجة وشها تبقى لتحت، لأن طبعا الرشاشات بتبقى لتحت. بعد ما برص كل حاجة بالشكل اللي انتوا شفتوه، لازم أتأكد من إن الرشاش بيلف بشكل صحيح، مفيش حاجة تعوقه، مفيش حاجة تضايقه. وبعد كده ببتدي أظبط التايمر بتاع الغسالة وبشغلها، بتاخد الوقت بتاعها. انا شغلتها على برنامج 50، اخدت معايا ساعة بالظبط، وطلعت منها المواعين اللهم بارك ما شاء الله نظيفة جدا. هنا بوريكم، بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اوريكم نظافة. بصوا الكوبايات وكمان الاطباق كل حاجة فيها بتلمع ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يرزق كل من كان يا رب، واللي نفسه في حاجة يجيبها. و احنا بنحاول على قد ما نقدر ان حاجة تريحنا. غسلت الاطباق اكن واحده واقفه بتساعدك في المطبخ. وبس كده. بصوا الاستانلس بتغسل كل حاجه. دخلت فيها كده ملامين، ودخلت فيها طبق واحد بس استانلس عشان اوريكم بتغسل الاستانلس ازاي، والمعالق وكل حاجه. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. مع السلامه.